النهارده بقى هندخل في المصفوفات ال 2D array. تمام، وهي البارت 2 من الحلقة اللي فاتت. خليني اقول لك واسألك، عمرك دخلت فصل لقيت الكراسي متقسمة صفوف؟ ولا عمرك مثلا دخلت مطعم لقيت الترابيزات كلها مترقمة؟ طب عمرك دخلت لجنة امتحان وقلت لنفسك يا رب اكون في اخر صف عشان اغش؟ الفكرة ان حياتنا كلها هتلاقيها صفوف واعمدة، حتى الكيبورد اللي قدامك ده عبارة عن مصفوفاته دي. عشان كده البرمجة قالت لك يا ابني بدل ما تخزن حاجات كتير في أري واحدة، ليه ما نخليش عندنا مصفوفة ترتب لك الدنيا كلها. فالنهاردة هنتعامل مع ال 2D Array، المكان اللي فيه بتخزن بيانات كأنها جداول، بس جدول سهل ومنظم. خليني كده أفكر في إن أنا آخد أول حاجة من حوار ال 2D Array. أنا عايز أخزن 9 أرقام، بس مش عايزهم كلهم في Array واحدة طويلة، مثلا Array من 9 أماكن مثلا، لأ أنا عايزهم متنظمين. عايز شكلهم يبقى جدول 3 في 3 مثلا. ليه؟ لان انا واد بضان. في التاني هو درجات نص السنة، والصف التالت درجات آخر السنة. طريقة الشغل اللي احنا هنشتغل بيها، هعمل ده ازاي؟ هعرف مصفوفة 2D عادي جدا بالحجم اللي انا عاوزه، املاها بالقيم اللي انا عاوزها مانيوال عادي بالايدي، هفتح قوسين واحط فيها القيم اللي انا عاوزها، اطبعها بشكل الصفوف. تمام، واعمل لوب للصفوف، وجوه اللوب بتاعت الصفوف ده لوب تانية للأعمدة. تمام، فخلينا نشوف أول مثال معانا. وزي ما احنا اتفقنا نعرف 2D array حجمها 3 في 3 زي ما اتفقنا، الأعمدة 3 والصفوف 3. تمام، ده الصف هنبدأ طبعا من صف زيرو، زي ما احنا عارفين ان احنا بنعد من الزيرو، وده الصف الأول وده الصف الثاني. تمام، تعالى بقى في ازاي نطبع الماتريكس بتاعتنا. ازاي هنطبعها؟ قلنا ان احنا هنحط لوب للصفوف، وجوه اللوب بتاعت الصفوف دي هنحط اللوب بتاع الأعمدة. تمام، تعالى في أول لوب معانا، احنا قلنا ان احنا المصفوفة بتاعتنا 3 في 3، فهنعرف من غير اي بيساوي 0 والاي اصغر من 3 والاي بلس بلس. تعالى بقى في اللوب اللي هتبقى جواها، اللي هي خاصه باللوب بتاعت الايه الاعمده. الانتجر جي بيساوي 0، تمام، والجي اصغر من 3 والجي جي بلس بلس برضه. تعالى في حته ايه الطباعه، هفهمها لك دلوقتي. انا مثلا عندي المصفوفه بتاعتي اللي هي 3 في 3. تمام، دي المصفوفه اهي. ده العنصر 0، ده الاندكس 0 في الصف الاول. تمام، وده الاندكس 1 في الصف التاني، ده الاندكس 2 في الصف التالت. تمام، انا بقى نطبع. اولا اي هيجي يطبع عند الماتريكس برنت اف مودولس دي ماتريكس اوف اي وجي. هيجي يطبع عند الماتريكس مثلا 0 و0. انا ده العنصر بتاعي ده هو الزيرو والزيرو. تمام، طيب احنا لسه ثابتين عند الاي، احنا في اللوب اللي فوق لسه، اللوب اللي هي الداخليه ده لسه ما خلصتش. فيبقى المرحله الثانيه الجي بقت بواحد، يبقى هنيجي نطبع الزيرو والواحد. فين الزيرو والواحد؟ الزيرو اهو والواحد اهي. تمام، ده الزيرو والواحد. نيجي نطبع الزيرو والاتنين، الزيرو والاتنين. تمام، هتلاقي في المنطقه دي، وهكذا كده اللوب ايه خلصت، اللعب المرحله الاولى خلصت. نيجي نطلع بره اللوب، هنلاقيه بيقول لك اطبع لاين جديد عشان ينزل السطر لتحت. تمام، يعني خلاص نزل السطر لتحت. هيجي في اللوب اللي فوق اللي هي الاساسيه، انتجر اي بدل ما كانت بزيرو هتبقى بواحد. فالواحد ده يبقى هنحرك الاندكس بتاعنا، هنخش على اللوب الداخليه، يبقى الاي بواحد، هنا الاي هنا بواحد، هنا هتبقى بواحد. تمام، والجي بزيرو. فين العنصر واحد وزيرو؟ العنصر واحد وزيرو هنا. تمام، وهكذا. عنصر واحد واحد تلاقيه هنا، عنصر واحد واتنين هتلاقيه هنا. يعني هنا الصف هنا ده تنسيق الصفوف. تمام، هنا انا بنسق الصفوف هنا، وهنا تنسيق الاعمده. فانا باخد اول صف، تمام، وابدا اطبعه، ثم انزل سطر جديد. اخد تاني صف، ابدا اطبعه، انزل سطر جديد. اخد تالت سطر اطبعه. خلاص اللوب بتاعتي خلصت، وصلنا للاندكس 2 اللي هو اخر اندكس في المصفوفه. فخلاص هنطلع بره، ما فيش حاجه تطبع بعد كده، خلاص هيقفل البرنامج. تمام، يعني ده كده اول ايه، اول شرح، اول مثال معانا. فانا كده عندي 3 صفوف في 3 اعمده، كل عنصر بيتجاب في الماتريكس. تمام، ده الماتريكس عندنا القوسين بتوع الماتريكس اهو. هنا بحط الصف، وهنا بحط العمود. تمام، واستخدمنا فور داخل الفور عشان نعدي على كل عنصر في كل صف في كل عمود. تمام، تمام، ده كده اول شرح لاول مثال معانا.
خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل لما نيجي نعمل ران للبرنامج. زي ما احنا اتفقنا، طبعا الارقام اللي طلعت نفس الارقام اللي هو المصفوفه بالظبط، لكن احنا بنبدا ايه، خد اول صف طبع كله، وبعدين ننزل سطر جديد طبع تاني صف، نزل سطر جديد طبع ايه اخر صف، بعدين خرج بره البرنامج. فكده ايه البرنامج بتاعي تمام. عايز اخلي اليوزر هو اللي يدخل ارقام بدل مثلا ما انا اللي اكتبهم، هنخلي الموضوع ايه مور اكتف شويه. تمام، هنخلي اليوزر هو اللي يدخل ارقام. هفكر كده قبل ما اشتغل، كل خانه في الجدول عايز اسكان اف، صح ولا ايه؟ صح. فبدل ما اكتب 6 سكان اف هستخدم فور لوب جواها فور لوب، واللي احنا بنسميها النستد فور لوب. تمام. تمام، هنشوف البرنامج بتاعنا ونشرحه. اولا المصفوفه اللي عندي انا قلت لك ان هي عباره عن صفين. تمام، المصفوفه اللي عندي صفين بثلاث اعمده. تمام اهي، زي ما احنا ايه متفقين. تعالى في حته الانبوت، ازاي نخلي اليوزر هو اللي يدخل الارقام. معانا المصفوفه بتاعتها ايه، معانا صفين في ثلاث اعمده. اول حاجه في اللوب اللي هي اللي فوق قلت له ايه، انت عندك اللي هو الصفوف، قلت لك عندك اتنين، فخليت الاي من زيرو وهتقفل عند الاتنين. تمام، يبقى عندها صفين بس. اللوب الداخليه اللي جوه فور لوب الاولى تبقى عباره عن جي، فيها ثلاث ايه، ثلاث اعمده. تمام، مثلا الزيرو والزيرو، فالزيرو والزيرو ده فين؟ هما اللي موجود هنا. تمام، ثم اقول له انتر الزيرو وواحد. تمام، اللي هو موجود هنا زيرو واثنين اللي هما موجود هنا. تمام، هيطلع من اللوب الداخليه يقوم راح داخل على اللوب اللي طلع على اللوب اللي فوق. هيقول له ان الايباد بواحد، واحد اقل من الاثنين، صح. فهيدخل ايه يعمل نفس الموضوع تاني، اقول له انتر ذا اليمنت واحد وزيرو، واحد وزيرو. تمام، اللي هي موجوده هنا، بعدين واحد وواحد اللي هي موجوده هنا، بعدين الواحد والاثنين اللي هي موجوده هنا. تمام. تمام، فتعالى كده ايه نشوف اللي هيحصل بعد ما اليوزر يدخل الارقام. هو يطبع له مثلا انت دخل عنصر كذا وخده بالسكان اف. تمام. تمام، انا بقى في حته الاوتبوت زي ما احنا اتفقنا المثال اللي فات، قلت له ان الاري بتاعتك 2 دي اري بتاعتك، قلنا ان احنا بنعمل ايه في الطباعه، بنعمل اتنين لوب، اللوب الخارجيه بتاعت الصفوف واللوب الداخليه بتاعت ايه الاعمده. تمام. تمام، احنا عندنا كام صف؟ عندنا اتنين، فخدت اتنين بس. عندنا كام عمود؟ عندنا تلاته. جيت اطبع قلت له ايه array of i وجي. array of i وجي ده يعني ايه، هيجي يطبع له الزيرو والزيرو والزيرو والواحد، الزيرو والاثنين، ثم يطلع على اللوب اللي بره يغير الاي يبقى يخليها بواحد، ثم يدخل تاني على اللوب الداخليه واحد وزيرو، واحد واحد، واحد واثنين. تمام، الصف بينتهي. تمام، يعني هو خلص اللوب ده، خلص صف كامل طباعه، يروح نازل سطر جديد عشان يطبع الصف اللي بعده. تمام. تمام، وهكذا. تمام، تعالى كده نشوف ايه قانون البرنامج ونشوف اللي هيحصل. قال لك ايه زي ما انا قلت لك، انتر ايه اليمنت ايه 0 0، فهنقول له 1 0 1، نقول له 2 0 2، نقول له 2. ماشي، قال لك 1 و0. شوف التغير، قلت لك ايه، بعد ما اخلص الصف الاول هينزل على الصف الثاني. تمام، 1 و0 نقول له مثلا 1 2 2. تمام، فقال لي ان ال 2 دي اري بتاعتي هي 1 و2 و2 1 و2 و2. تمام، فكده ايه الموضوع كله تمام معايا. طب احنا عايزين نخليها تفاعليه اكتر بقى مع المستخدم، فعايز احسب مجموع كل العناصر اللي جوه الاري. تمام، اللي هي جوه 2 دي اري. تمام، فالطريقه اللي انا هشتغل بيها ان انا عايز اجمع كل عنصر. يبقى عامل ايه، بص يعني باختصار كده، كل عنصر هقابله وانا داخل الاري سواء الداخليه او الخارجيه، فانا بقوم راح ضايفه على المتغير صم، فكده جمعت كل العناصر. تمام. يعني تعالى كده ايه نشوف المثال بتاعنا. اولا انا قلت له ان الاري بتاعتك ال 2 دي اري عباره عن ايه، 2 في 2. ده اول صف. تمام، وده تاني صف. قشطه. ورحت قايل له انت عندك متغير صم، واديته قيمه في ابتدائيه بزيرو. تمام، دخلت على الاري، المره دي بقى مش هطبع، المره دي انا هخلي الاري تبدا تجمع خلي جوه الاري ده انا عاملها علشان اخد كل العناصر اجمعهم على بعض. وقلت له انت ايه، كل اللي هيتغير بدل ما بعمل السطر بتاع البرنت اف بحط السطر بتاع الصم بلس ايكوال. تمام، واقول له كل عنصر هتقابله حط على الصم. يعني الاري في اي وزيرو اللي هو الاري في زيرو وزيرو، اللي هو العنصر ده اللي هو العنصر رقم موجود هنا، اللي هو عنصر رقم 10. تمام، 10 ده حطها على الصم. تمام، وايه وهيطلع على التاني ايه تاني لفه في الاري.
هياخد العنصر التاني اللي هو ال20 يحط ال20 على 10 يبقى 30 يبقى الصمبة دلوقتي بقت عندي فيها 30 يطلع عند الاي يبقى اخلص الاري كلها. انا ما حطيتش نيو لاين لان مش عاوز اطبع اصلا الاري تمام. فانا بعد ما خلصت الاري الاثنين رحت قال له ان الصم بتاعتك كام ايه ورحت طابع له الصم. تعالى كده نشوف الصم هيطلع ايه كام. زي ما واضح معايا الصم طلع فعلا ب 100 تمام. المهم بقى انا عاوز اسالك سؤال معاك 2 دي اري وحجمها 2 في 3 عايزك تطبع اكبر رقم فيها. فكر كده ايه اللي ممكن تعمله علشان تعرف تجيب اكبر رقم. ممكن نقول لك الحل بتاعها مثلا زي الحلقه اللي فاتت لو تفتكر ان انا كنت بعرف متغير اللي هو اول عنصر في المصفوفه كنت بقول له ان ده هو اكبر عنصر تمام. تمام. المره دي بقى انا بشتغل على 2 دي اري فما فيش اي اختلاف. باخد اول عنصر في ال 2 دي اري واعرفه ان هو كماكسيموم تمام. وبعدين هبدا الف على ال 2 دي هبدا الف على الاري كلها على الاثنين اري. كل عنصر يقابلني اكبر من العنصر الاولاني بقيمه الماكسيمم واحط فيها العنصر الاكبر ده. وفي الاخر بروح ايه طبع له قيمه الماكسيمم. انا بقى نقول لك واجب الحلقه ده اللي هو البروبلم سولفنج تشالنج اللي انا عاوزك تحله في التعليقات. عاوزك تكتب برنامج بيستقبل جدول درجات الطالب في 3 مواد على مدار ترمين تمام. يعني 2 دي اري بالشكل اللي هو الترم الاول وفي الصف الاول تمام. يعني عندنا ايه عندنا ترمين. اول صف ده الترم الاول تاني صف ده الترم التاني تمام. تمام وقلت لك هو ايه 3 مواد فانت هتعمل 2 دي اري 2 في 3 تمام. المطلوب ان اليوزر يدخل الدرجات وعاوزك تحسب مجموع كل ترم وبعدين تحسب لي المجموع الكلي. وبعدين عاوزك تطبع متوسط كل ماده يعني وقت ما نفكر فيها بشكل بسيط. انا عندي جدول 2 دي اري 2 في 3 تمام. كل صف هو ترم تمام. يعني الصف بتاعي هو بيبقى ترم تمام. ثم كل عمود هو الماده بتاعتك يعني هنا الماده الاولى الماده الثانيه الماده الثالثه ده في الترم الاول ثم الماده الاولى الماده الثانيه الماده الثالثه في الترم الثاني تمام. عشان احل لازم ادخل الدرجات باستخدام النستد لوب اللي احنا اتفقنا عليها واللي احنا شرحناها تمام. هنخلي اليوزر يدخل ايه في الترم الاول هو جاب كام ثم في الترم الثاني هو جاب كام تمام. تمام. هنعمل متغيرين. ليه متغيرين لانك عاوزك تحسب درجات كل ترم قد ايه. وهنخليها صم واحد وصم اتنين تمام. نحسب كل مجموع صف لوحده فبنضيفه في ايه في الصم ده تمام. وبعدين المجموع الكلي بنقول له ان الصم واحد زي الصم اتنين اللي هو مجموع السنه كلها. المتوسط الماده مثلا بتاعتك ايه. الماده في الاري اوف 0 0 زي الاري اوف 1 و0 واقسمها على الاثنين تمام. وهكذا بقى الباقي الايه باقي الاعمده تفصيلا بس يعني ايه يعني توضيح اكتر يعني لفكره المتوسط. فكره المتوسط مثلا هو جاي في الماده بتاعت الترم الاول مثلا وليكن 50 تمام. وماده الترم الثاني مثلا 60. انا عاوزك تحسب المتوسط بتاع كل ماده من يعني كل ماده في كل ترم فاهمني. يعني ده المتوسط بتاع الاثنين دول ايه وهكذا بقى مع كل ماده في كل ترم تمام. يعني هنا المتوسط كام وهنا المتوسط كام وهنا المتوسط كام. الله ده حلو قوي. عجبك؟ ده ميتين ايه ده؟ ها؟ ميتين ايه؟